مشاهدينا في كل مكان، رجعنا مع حضراتكم من جديد. اسمحوا لي أشارك حضراتكم في تقديم هذه الفقرة. الشكر للزميلة رانيا صلاح. ضيفنا الكريم اللي مشرفنا ومنورنا النهارده كابتن وائل الخولي، الناقد الرياضي ولاعب نادي طنطا ومنتخب الشباب السابق. اهلا بحضرتك معانا، احنا منورنا، ضيف عزيز علينا. ربنا يخليك يا استاذ امان، ده بيتي طبعا، وانا سعيد ان انا اكون مع حضرتك على الهواء النهارده. موضوعاتنا كتيره النهارده اللي عايزين نطرحها مع حضرتك، لكن اسمح لي بالتاكيد الحدث الجلل اللي كلنا تابعناه وشفناه امبارح، البالون دور او الكره الذهبيه، وحصول عثمان ديمبلي اللاعب الفرنسي على هذه الجائزه وجوائز طبعا اخرى عديده خلال هذه الاحتفاليه. كيف تابعت هذه الاحتفاليه وحصول اللاعبين على الجوائز؟ طبعا احنا في البدايه يعني فوز عثمان ديمبلي بالجائزه، يعني مش هنقول ان هو غريب ومش متوقع، لكن احنا كنا طبعا نتمنى ان الجائزه تروح لمحمد صلاح، لان يمكن عثمان اللي فرق معاه الارقام والبطولات اللي حققها. طبعا محمد خانته بقى الخروج من اكتر من بطوله، وبعده عن دوت هو ده اللي فرق معاه في السباق. لكن على المستوى الشخصي طبعا كنت اتمنى ان محمد يكون موجود، وده كان هيبقى انجاز لمصر كلها طبعا، والعالم العربي، ان يكون ده اول لاعب عربي يحصل على الجائزه دي. طبعا شيء احزنني، يعني بجد انا حزين، لان احنا كنا مستنيين اللحظه دي، لاني انا بساويها بلحظه وصولنا كاس عالم، او كاننا خدنا كاس عالم، لان العالم كله هيبص اللاعب مصري وهيشار ليه بالبنان ان محمد صلاح ابن مصر طبعا قدر يحصل على جائزه كبيره جدا. طبعا محمد انا مش عايز الموضوع ياثر فيه نفسيا، وهو لازم يثق ان هو ليه تارجت وليه هدف هو شغال عليه، هيفضل شغال عليه. والحمد لله هو متواجد، وان شاء الله باذن الله لو ما كانش موفق السنه دي، السنه الجايه ان شاء الله هو الرابع في هذه المره، هو الرابع. لكن احنا طبعا عاطفتنا بتقول ان معايير الاختيار، خلينا نوضح للساده المشاهدين معايير اختيار هذه الجائزه. معايير عن طريق بعض الاعلاميين والمدربين. تمام. بيتم التصويت من خلال نقاط بتتحط لكل لاعب من خلال المدرب او مدير فني، بيتم ترشيحهم من خلال بيبعت لهم ورق ترشيح، هو بيبدا يحط المعايير بتاعه الاختيار، سواء في البطولات اللي حصل عليها، نسب المشاركه، نسب التهديف، الايجابيات بتاعته، يعني حتى في صناعته للاهداف، كل الكلام ده بتفرق معاه. فطبعا انا مش عارف معايير الاختيار جت ازاي او اتقالت ازاي، على الرغم ان كله كان مأكد ان محمد يعني. هل من الممكن ان يكون في تدخلات اخرى بعيده عن المعايير المعلنه لدى الجميع؟ اكيد طبعا، يعني انا مش شايف، مع احترامي لعثمان لعيب كبير، واحنا ما اقدرش ان انا اقيمه فنيا، هو لعيب هايل، لكن محمد انت جبتيه وهو في عز توهجه. بالظبط. محمد النهارده بيعيش حاله، ومعايش الشعب المصري كله في حاله. صحيح. والامه العربيه كلها سعيده بمحمد. محمد عمل حاله عند كل الناس، حتى اللي مش متابعين للكوره. صحيح. يعني النهارده كل سيده في بيت ما تعرفش ايه كوره بتتابع عشان خاطر محمد. طبعا. كل راجل عجوز مش عارف ايه بيتابع عشان خاطر محمد. محمد لم والف الشعب المصري حواليه، وعمل حاله في الشارع الرياضي. كنت اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يكلل جهوده. صحيح. بالفوز باللقب، ولكن هي دي اقدار، ونتمنى ان ده ما ياثرش على محمد معنويا، وان شاء الله مسيرته تتواصل مع منتخب مصر، نحقق ونوصل كاس عالم. صحيح. ونعمل رقم كويس، ده اللي احنا بنتمناه في الفتره اللي جايه. طبعا محمد مش محتاج ان هو، طبعا يمكن نتائج ليفربول السنه دي برضك يعني مش على المستوى بتاع السنه اللي فاتت، لكن ان شاء الله محمد يقدر يعمل حاجه، لان انا دايما والله انا ضد فكره التصويت بعدد البطولات اللي انت حاصل عليها. بالظبط، باداء وتميزه. صحيح. يعني انا معايا سكواد قوي، او سكواد وانا قوي. طب انا ذنبي ايه؟ صحيح. انا بادي وبعمل اللي عليا، انا راجل هداف، انا راجل عامل ريكورد جديد، فانا المفروض اقيم من هذه الحاجات. التغيير بقى في حته الاختيارات دي جت عن طرق اللعب الجديده والاساليب والمدربين والاعلام. صحيح. يعني باحترامي ليكي، الاعلامي، انا كاعلامي، انا قبل ما اكون لاعب كوره انا اعلامي، تمام؟ صحيح. او قبل ما اكون اعلامي انا لاعب كوره. تقييمي للاعب دوت بيكون عن طريق ايه؟ لو انا مش فاهم ايه المعايير اللي يتم اختيارها. يعني حتى الفنيين المعنيين المفروض يبقى لهم، يعني برضك يحطوا 1 2 3 الراجل دوت مدى ايجابيته مع فرقته، مدى تواجده في الملعب. صحيح. في المناطق الفنيه في الوقت ده لغه الارقام هي اللي بتتحدث، وده اللي المفروض يحصل، لكن ده برده مش لاقيينها ان هو للاسف انه يعني بيحصل. احنا هنفضل نقول برضك، يعني مش عايزين نقول عربي لان عثمان برضك لعيب مسلم. طبعا. ولكن التوفيق، كل التوفيق ان شاء الله لابننا محمد الفتره الجايه. محمد صلاح ما حضرش، كان عارف هل الجائزه بتبقى معلنه اللي يحصل عليها، عشان كده ما راحش. طبعا هم بيبقوا مبلغينه، يعني فعشان كده هو فضل ان هو ما يروحش. احنا طبعا يعني كلنا يعني احنا
الناس كلها زعلانه، يعني الناس كلها كانت منتظره ومتوقعه ان محمد يكون قريب، لكن السباق اشعر محمد صلاح قريب من حضرتك قوي، بلدياتك يمكن او ده غير بلدياتي. يعني الحاج صلاح ومدربه الكابتن مصطفى قراني. كابتن مصطفى هو مدربي ومدرب ابني. انا شعرت من كلام حضرتك على محمد، حسيت ان هو حد قريب. لا ده يعني محمد اتربى في النادي اللي انا اتربيت فيه عثمان ولعبت فيه، ومدربه هو مدربي. واحنا من بلد واحده، والدتي من بسون فهو كمان من نفس البلد. فمحمد لا بتربطه علاقات كمان. يعني عندي اخ صاحبه جدا واخوه جدا. فمحمد طبعا على المستوى انسان جدا طبعا ربنا وفقه. ودي الهديه اللي كابتن مصطفى قراني لازم نشكر مصر كلها، اللي كابتن مصطفى قراني اداها لمصر هو محمد صلاح بامانه. ونحن نقدر نقوله من هنا ولا يهمك كابتن محمد صلاح، انت في اعيننا جميعا افضل لاعب في العالم، وده اعتقد يعني تقدير كبير جدا ان احنا كلنا بنقول ده واللي احنا عايزين ده، وشايفين ان في يعني سبب ما في عدم حصول محمد صلاح على هذه الجائزه، لكن محمد صلاح دائما يوما بعد يوم يثبت للجميع انه محمد صلاح الشخصيه المتميزه الفريده في عالم كره القدم المصري. طبعا نتمنى لك كل التوفيق والعالمي كمان. طبعا مصري في الاساس، طبعا العالمي نتمنى له التوفيق في الفترات القادمه. طيب بالنسبه لبقيه الجوائز، لويس انريكي مدير الفني لباريس سان جيرمان كافضل مدير فني، هل حضرتك لك تعليق؟ لا طبعا لويس طبعا افضل طبعا، يعني اكيد. انا ماليش تعقيب على اي الجوائز اللي حصلت للناس، يعني هي احنا كان شدنا في ناس، بعض المهتمين بعد الجائزه خلاص مشي محمد صلاح من بره، ف يعني زي ما تقول في حصلت صدمه عند الناس ان بخروج محمد صلاح من السباق. لكن انا شايف ان كل اللي حصل على جايزه كان يعني يا دوناروما في حراسه المرمى كان منافسه قويه. بعض كان متعاطف مع ياسين بونو برضو، لكن ياسين ادى بطوله سواء في كاس العالم مع المنتخب او في كاس العالم للانديه. بصراحه ياسين من الحراس العظام وكنا نتمناه، يعني برضك كان حارس عربي، ولكن زي ما قلتي التوجهات برضك ما زالت موجوده، واحنا انحيازنا لامتنا العربيه ممكن يكون بيأثر على الرؤيه الفنيه. صحيح. لكن احنا برضك ما احنا يعني احنا شايفين ان اولادنا ما شاء الله في كل المجالات سواء بره او هنا، ولادنا مميزين الحمد لله، وبيقدروا يعملوا ارقام وبيقدروا يتفوقوا على ناس كتير. لكن العنصريه لانهم بالتالي في حته استاذه امان في حته التصويت. نعم. الجانب الاوروبي وجانب بيبقى لهم عدد اصوات اكتر، او المدربين المعنيين بالتصويت اللي بيجي لهم بطاقه الترشيح غيرنا احنا في الوطن العربي. وده بيأثر طبعا أكيد على طبعا الجائزة. وبيفرق معاه. لامين يامال هل تتوقع له القادم هيكون اعلى وافضل؟ هل يستحق المنافسه والحصول هذه المره ولا لسه صغير؟ يعني قدامه المشوار طويل، وهو يعني انا شايفه هو المستقبل اللي جاي. لعيب طبعا بيمتلك امكانيات مهاريه وفنيه على اعلى مستوى. مع الوقت ان شاء الله الولد دوت هيبقى في حته تانية لو حافظ على نفسه. وكلمه حافظ على نفسه دي حافظ على نفسه في البيئه في اللي حواليه. طبعا هو دخل في اجواء اللاعب المحترف. معانا طبعا بعض اللقطات اهي من حفل الافتتاح. شكرا كل زملائي في الكنترول، شكرا طبعا اسامه عبد العزيز رئيس تحريرنا النهارده، ومخرجتنا الجميله اميره ابو العين. اتفضل. فلامين طبعا لعيب ما حدش يقدر يختلف عليه، وانا شايفه ان هو الموهبه القادمه ان شاء الله على الطريق، وهو ده كريستيانو وميسي اللي جايين في الفتره القادمه ان شاء الله. وطبعا الولد ابتدى كبير. صحيح. ابتدى مع منتخب اسبانيا ومنتخب. يعني اللعيب لما بيبتدي كبير بيحس بمدى امكانياته، وبيحس طبعا الحفاظ عليه في البيئه الاوروبيه يختلف عننا هنا. لو ابتديت عندك هنا كبير الغرور بياخده والماديات بتاخده والشارع والشهره والميديا بتطلعه عن المسار. لكن في اوروبا هم عارفين هم بيتعاملوا مع راجل فريق عمل كله متكامل، سواء نفسي او طبي او ذهني او فني. كل الناس بتشتغل عشان تطلع بطل. اصل ان انت توجدي بطل سواء في كوره او في اي لعبه تانية دي بيحتاج حاجات كتير ومقومات كتير. الناس عندنا للاسف في مصر هو مجرد ما اللعيب يحط جون او جونين الاثنين مع بعض يعني اجمل الصوره الجميله دي المنافسه، ولكن الاثنين قاعدين جنب بعض، قاموا سلموا على بعض بعد حصول عثمان ديمبلي. هي دي الروح الرياضيه الجميله، هي ده الموقف اللي احنا نتعلم منه، مش بس كره القدم فنيات نتعلم منها، ولكن هناك مواقف انسانيه كثيره تعطينا الكثير من الخبرات زي الصوره اللي قدامنا. حقيقي فعلا الصوره اكبر معبر. ولامين طبعا قدامه يعني مشوار طويل لسه قدامه في بداياته، وانا شايف ان هو ان شاء الله هيبقى مرشح في السنوات القادمه ان شاء الله الحصول على الجائزه. طبعا لسه صغير يعني جدا طبعا، يعني عنده 17 سنه يعني لكن عثمان عنده 29. صدقيني انا حاسس ان عثمان نفسه ما كانش مصدق انه واخد الجائزه من محمد صلاح، لكن الحمد لله. لا بنقول لهم كلهم مبروك، نقول هارد لك طبعا لنجمنا العالمي محمد صلاح، وزي ما قلنا هو عالمي بالنسبه لنا، هو الافضل ذا بيست بالنسبه لنا كلنا، نتمنى له التوفيق الفتره القادمه. خلينا ندخل مع حضرتك قبل برضو ما اتكلم على بقيه الاخبار والمباريات، عايزين نتكلم ونطمن عن نادي طنطا. نادي طنطا باعتبار حضرتك كمان متواجد
موجود معانا النهارده وصل لفين دلوقتي في دوري المحترفين؟ والله نادي طنطا بقاله سنه من السنه اللي فاتت، من العام الماضي والسنه دي الفرقه يمكن بتترنح، وكانت قريبه جدا من الهبوط العام اللي فات. وكنت اتخيل ان اداره نادي طنطا هتقدر ان هي تقف على المشاكل اللي موجوده داخل الفرقه ويتم التدعيم على المستوى المطلوب. انا جبت مدير فني كابتن علاء نوح، له كل مني كل تحيه. السنه اللي فاتت حصل 4 تغييرات للمديرين الفنيين، من كابتن حليم وكابتن ايمن المزين وكابتن خالد عيد وجه الكابتن علاء نوح. الظروف صعبه جدا، وانت عارفه الظروف الماليه بالنسبه للانديه الجماهيريه تختلف تماما عن الانديه الشعبيه. النهارده ما زالت عندها مشاكل. المشاكل الماديه طبعا انت بتجيبي اللعيب اللي يقدر يتناسب مع امكانياته، فده طبعا ما بيتماشاش مع قوه الدوري ومع السكوادات القويه اللي بتجيبها انديه الشركات. فنادي طنطا طبعا انا عنده ذخيره قويه في قطاع الناشئين، رغم العيوب الموجوده في قطاع الناشئين سواء من مدربين او في مشاكل كتير جدا جدا مش على المستوى، ولكن عندنا مواهب الحمد لله موجوده في القطاع لو احنا قدرنا ان احنا نشتغل عليها. لكن مشكله كل مدير فني يا استاذ امان، كل واحد جاي من بره خايف يمسك الفرقه، اجيب لعيب من القطاع، طب انا هصبر امتى عليه؟ هو خايف، الادارات ما بتصبرش عليه، الجماهير ما بتصبرش عليه. يا جماعه ما احنا لازم، احنا بنعمل القطاعات الناشئين دي عشان تفرغ. يعني وجود القطاعات الناشئين في الانديه لازمتها ايه وانت بتربي وبعد كده تقول له شكرا انا مش عايزك طبعا. او ما ادكش فرصه، وده من خوف وحرص الادارات على تواجدها ومكانتها. ده بيجيب احباط للجيل الصاعد كله جدا. يعني طب انا بعد ما هتدرب واروح واجي وفي الاخر بجيب لاعب جاهز من بره، طب انا لازمتي ايه؟ بعدين ده في حاجه مهمه جدا، ده انت بتقضي على اهم حاجه عند لعيب الكوره وهي الانتماء. يعني انت بتبقي تربيتي ابنك، ربيتيه ببيتك وعلمتيه على طباعك ودخلتيه جوه الاسره وتطلعيه مره واحده لمجتمع تاني وشكل تاني. حته الانتماء اللي هتجيبيه بقى من بره هيكون عنده انتماء ليكي ازاي؟ انت ما حافظتيش على ابنك، هتحافظي عليا؟ فالنهارده بقت لغه المال هي اللي تهم عن لغه. كان في زمان مقوله استاذن حضرتك يقول لك ده ابن النادي، ده ابن النادي، ده ابننا، ما حدش الكلام ده. حتى في الانديه الكبيره الاهلي والزمالك نفس القصه، ودي بقت مشكله كده. نادي طنطا، مجلس اداره نادي طنطا طبعا احنا ما فيش انتخابات، المجلس قاعد سنه، اتمنى ان هم يشتغلوا النادي شويه. يعني بلاش نشتغل للكرسي، لان الكرسي مش هيبقى. اشتغلوا النادي شويه، يعني ربنا يهديكم لجمهور طنطا، لان احنا عندنا مشكله. ملاعب مصر فيها النهارده كلهم جمهور، لغايه ان يومنا هذا مجلس الاداره بتاعت نادي طنطا مش قادر يحل مشكله دخول الجماهير. 201 فرد مش عارفين يدخلوهم، مش عارفين يحلوا الازمه مع الامن، على الرغم ان الازمه ديت موجوده في كل ملاعب مصر، لكن باينه جدا في طنطا، لان 201 ده عدد اقل من القانوني اللي طلبه اتحاد الكوره. واخد انت. فانا من هنا بقى باسم جمهور طنطا، لان انا دايما يتقال لي انا بلاش السيد مدير الامن، السيد وزير الداخليه، التدخل السريع لوجود وتواجد جمهور طنطا، لان ده حضرتك الداعم الاول والاساسي لنادي طنطا. احنا ما عندناش غيره. يعني ماديات ما فيش، لعيبه على المستوى العالي ما فيش. الجهاز النهارده بجد بامانه عمليه تدويره وتشكيله وشكله وادائه ومردوده مع الفرقه وحش جدا وسيء جدا، وده عمل عمليه احباط عند الناس. يا جماعه لو سمحتوا، نادي طنطا كبير قوي، نادي طنطا طلع اسماء واسماء واسماء، مش هقعد هذكر تاريخ. نادي طنطا طول عمره كبير. فبعد اذنكم لو انتم ما انتوش قادرين ان انتم تقودوا السفينه، ادوا الفترة اللي جاية يدوها لحد تاني. خلاص، انما انا مش قادر لا احل مشكلة دخول جمهور ولا احل مشكلة فرقة. انت مش قادر طبعا. ان انت النهارده توجد فرقة. المفروض طنطا وسط الكبار، هو طبعا. ده مكانها طبعا. فيعني انا اتمنى ان مجلس الاداره يراجع نفسه شويه. انا طبعا انا هقول، لان الاستاذ فايز بصراحه الراجل ظروفه الصحيه ما بتساعدوش، فانا اتمنى من بقيه المجلس يشتغل للنادي مش لنفسه بس. يعني انا اتمنى ان الانديه الشعبيه كلها في الفتره القادمه يكون في اهتمام خاص بيها، لان كره القدم بدون الشعبيه هتصبح صامته، لا معنى لها، لا روح لها. فاعتقد الموضوع هيكون كبير جدا، والموضوع يعني هيبقى هندخل بقى في منطقه كده ما احناش عايزين نوصل لها للاسف. لكن اتمنى ان شاء الله يكون في اهتمام اكبر في الفتره القادمه سواء بنادي طنطا او بمختلف الانديه الشعبيه. طيب خلينا ناخد حضرتك بقى لمنتخباتنا الوطنيه، منتخباتنا الوطنيه اللي كلها عندها انشغالات كثيره في الفتره القادمه. المنتخب الوطني الاول بقياده كابتن حسام حسن، مباراه جيبوتي، مباراه غينيا القادمه. جيبوتي الاساسيه اللي من خلالها ان شاء الله هنتاهل، وخلاص المباراه هتكون في المغرب. كان عندنا امل انها تكون في مصر، خاصه انها تكون في 6 اكتوبر. فيعني هم ما لهمش حظوظ يعني، خلاص هم بعاد جدا، لكن هم طبعا يعني حبوا ان هم هل في تراخي من عندنا من الساده المسؤولين، ولا احنا حبينا ان احنا نبعد عننا الشبهات؟ والله انا شايف ان المهمه انتهت واحنا اقرب او قبس او ادنى من الوصول، وده موضوع منتهي. وانا كان نفسي اتحاد الكوره يبدا يقعد مع كابتن حسام يشوف ايه
متطلباته للمرحله الجايه، لان موضوع الوصول خلاص بقى امر واقع ان شاء الله بمشيئه الرحمن. احنا نعم. 99.9 احنا واصلين بمشيئه الرحمن. انا كنت متخيل ان ماتش جيبوتي وماتش غينيا دي هيخشوا ضمن الرزنامه اللي هيحطها اتحاد الكوره ضمن استعدادات الكابتن حسام للمرحله كاس وكاس عالم. ده المفروض اللي يقعد مع الكابتن حسام ويبدا يقول له الراجل انت عايز ايه ومتطلباتك ايه، على سبيل الاحتفاليات والفرح احنا كده. احنا دايما كده، احنا دايما بنبص لتحت رجلينا، ما بنبصش لقدام. خلاص الموضوع سهل جدا، احنا محتاجين 2 بونت يعني او بونت وخلاص هنوصل. بونت واحد يعني الموضوع من ماتشين يعني يكاد يكون محسوم باذن الله بمشيئه الرحمن، والوصول يعني خلاص بقى بنسبه 99. المفروض اللجنه الفنيه في اتحاد الكوره، الناس المسؤولين في اتحاد الكوره، يجيب الكابتن حسام، يجيب انت يا كابتن طلباتك ايه، المرحله الجايه دي هتتطلب منك ايه، لازم يحصل تنسيق بينه وبين الكابتن حلمي طولان، ودي النقطه اللي انا كنت حابب اتكلم فيها. النهارده الكابتن حلمي عامل منتخب يعتبر هو يعني القوام الرئيسي لمنتخب مصر ده، مش السبير، مش هقول السبير لانه في نجوم واسماء كبيره جدا تمام. يعني ما اقدرش اقول عليها سبير، ولكن انا اقول ان هم على نفس المستوى. صحيح. المنتخب الاول. صحيح. فجاهزيه منتخب حلمي طولان من جاهزيه منتخب كابتن حسام حسن، لان لا قدر الله كابتن حسام في المرحله الجايه حصل له اي اصابات، اي استبعادات، اي مشاكل، هو المنتخب الرئيسي. فالمنتخب بتاع كابتن حلمي ده هيكون النواه الحقيقيه لتدعيم المنتخب بتاع منتخب مصر. صحيح. لان كلهم اسماء وكلهم خبرات وكلهم لعيبه كبيره جدا لعبت دولي قبل كده ومثلت مصر وما زالوا بيمثلوا مصر. صحيح. مش معنى ان انا اخترتك منتخب تاني تروح تلعب في بطوله كاس عرب ان انت ما انتش بتلعب في منتخب مصر الاول والثاني. كلمه اول والثاني دي انا رافضها تماما. الاثنين في الاول وفي الاخر رايحين يمثلوا مصر، لازم يتم التنسيق بين الاثنين اجهزه. هنطلق عليه منتخب ايه؟ حضرتك رافض كلمه منتخب اول منتخب ثاني، امال المنتخب نسميه ايه؟ يعني هو كابتن جوهري لما راح كاس عالم 90 بعت الله يديله الصحه الله يرحمه كابتن هاني مصطفى قال له خد المنتخب وروح يلعب في تونس. كانت بطوله كاس افريقيا، لان كان الكابتن جوهري قافل اياميها على المنتخب. تمام. فراحوا باسم المنتخب الاولمبي، هم ما كانوش منتخب اولمبي. كان الله يرحمه كابتن ثابت وكابتن حماده صدقي، وبعد كده كابتن ثابت وكابتن حماده راحوا مع منتخب الكابتن جوهري، خدهم المنتخب دوت من خلال الاداء اللي هم ادوه. فانا عايز برضك ان يكون ده نواة حقيقيه بين الكابتن حلمي والكابتن حسام، ان يكون المنتخب ده معمول لتدعيم المنتخب الاول او لمسانده المنتخب الاول في اي مشكله تحصل لاستبعاد لعيب او اصابه لعيب او بعد لعيب عن مستواه. على فكره ده هيدي حافز قوي كبير قوي لما تحس انت كلاعب في منتخب مصر مع الكابتن حسام ان عندك منتخب تاني قوي بيلعب لعيب في نفس مركزك، بيلعب في نفس مكانك، هتبقى عيون الناس عليه. والكابتن حسام ده من خلال التنسيق اللي بينه وبين الكابتن حلمي ده هيخلي بجد هيبقى في تنافس شريف جدا جدا بين اللعيبه، وكل واحد هيبقى عنده الحافز ان يقدر يحافظ على مكانه، هيدي اكتر مما بيكون، لانه عارف ان في حد تاني ممكن يجيب. صحيح. حد تاني اجهز منك هياخد مكاني، لا خلي بالك يا عم انا مكاني مش محجوز لك. طبعا. المنتخب مش حته ملاك لحد، منتخب مصر ملك للجميع حتى من الدرجه الرابعه. لو في لعيب هيقدر يديني اللي انا عايزه اتفضل اهلا وسهلا، ده بيتك. اصل انا مش رايح اهلي ولا زمالك، انا رايح منتخب مصر. كل فئات الانديه وكل فئات الشعب من حقها ان هي تلبس الشيرت بتاعه، من حقها ان هي تمثله. لكن الصراعات والاحتقانات اللي موجوده دلوقتي بجد، يعني انا بطلع بشوف التراشق اللي بيحصل في السوشيال ميديا واللي بيحصل ده. يعني انا شايف ان كان اتحاد الكره كان المفروض فصل الموضوع ده من الاول، فصل بقعده حب بينهم وبين بعض وبالاجهزه الفنيه. يعني اللي احنا عارفينه ان خلاص ان الامور يعني ظاهريا، يعني خلينا نقول ظاهريا. احنا يعني اسم عشان ده يعني مش عايزين نقول الناس فاهمه والناس عارفه في مشاكل. في مشاكل ليه؟ كابتن حلمي تم اختياره عشان بطوله معينه، كابتن حسام عنده بطولتين في اصعب مما يكون. ان شاء الله بعد بطوله كاس عالم عندك بطوله كاس وبطوله كاس هتختلف الفرق اللي انت هتلاعبها على اللي انت هتلاعبه في كاس عالم. انت في اول خطه الاعداد هتلاعب منتخبات تتماشى مع الكره الافريقيه. بعد كده انت بتطلب من اتحاد الكره التنسيق مع المنتخبات الاوروبيه او المنتخبات الثانيه اللي هتقدر فيها تجهز منتخبك. صحيح. طب انت في كلتا الحالتين انت في مسار وهو في مسار. لكن احنا ما بنتكلمش على المسارين واختلاف الفكره سواء في بطوله كاس عرب او كاس افريقيه او كاس عالم. انا بتكلم على في الارتباط اللي هيحصل بينهم هما الاثنين في حته الالتقاء، ان يكون احتياجات كابتن حسام. هو النهارده الكابتن حسام مش ممكن يدي للكابتن حلمي يقول له لعيب خده انا عايزك تجهزه لي في بطوله كاس العرب، او بمعنى اصح انا خايف ان الولد ده يحس النهارده ان بقى خلاص حاجز مكان. لا تعالى اما انزلك تحت هشدك هجيبك بلغه الكوره. فانا لما احطك لا انا مكاني بقى دلوقتي خلاص. انا لما رجعني لو هم عارفين ان او بيقال ان هو منتخب تاني وانا ضد الكلمه برضك، لما هحطه في المكان ده هو عارف ان هو مش هيبقى يقدر ان هو يحافظ على المكان في المنتخب الاول. يعني ده يتم بقى بالتنسيق. يا كابتن حلمي انا عندي لعيب الفلاني انا محتاجك ان انت تاخده معاك المرحله الجايه، جهزه لي شاركه. او الكابتن حسام الوقت والظروف مش سامحه ان هو في ظل الارتباطات ان هو يجهز. بس استاذنك برضه يا كابتن وائل، ده ممكن يحصل لو المنتخب هقول بقى تاني ولا ما ينفعش منتخب محليين، منتخب مصر لان هو في لعيبه محترفه بالظبط. فالمنتخب التاني لو ده حصل، ده لو في استمراريه ليه
هو مش مستمر. ليه؟ هو مع نهايه، ما هو ده اللي احنا عايزين نساله، هو مع نهايه البطوله العربيه هو منتخب مؤقت تم تكوينه بهدف معين هي البطوله العربيه. طيب. مجرد ان البطوله العربيه تنتهي هيقال شكرا لهذا المنتخب. طيب ليه انا ما اخدش اساسا الكابتن حسام؟ لو انت كنت عندك وحاطط فكرك ان انت خلاص هتوصل من بدري والدنيا، ليه انت ما خليتش بطوله كاس العرب لمنتخبك دوت وشاركت؟ ايه مدى خوفك؟ ايه مدى قلقك ان انت تشارك؟ ما هو يا جماعه يا استاذ امان، ما هو الضغوط النفسيه اللي معموله على الكابتن حسام، الكابتن حسام راجل قاعد بعد كل ماتش عقال. مش معقول مفيش كوره بالطريقه دي. انا معاكي ان المنتخبات المتواضعه اللي كانت جمعتنا فيها مجموعتنا ساعدت الكابتن حسام، اوكي. ولكن دوت هل في رؤى فنيه؟ هل الكابتن حسام عنده لجنه فنيه بتيجي تقول له انت عندك واحد واثنين؟ في ملاحظات كتير جدا جدا مش هنتكلم فيها عشان ما اقولكش ده انتوا بتحاربوا المنتخب وانتوا مش عارف ايه. هنتكلم فيها، بس الكابتن حسام لازم يقف وقفه كبيره جدا مع لعيبته، لان الاداء لغايه يومنا ساعتنا دي ولغايه غير مقنع لنا، غير مقنع لنا كاعلاميين، غير مقنع لنا كشارع، كوسط رياضي كله. احنا الكابتن حسام ما اداناش المردود على السكواد القوي اللي معاه. فمش معقول انا النهارده اطلب من الكابتن حلمي ان انت تجهز منتخب، طب ما تجهز لي منتخب مصر الاول. ليه ما راحش كاس العرب بالمنتخب؟ ما دي نقطه برضك اتحاد الكره مبهمه. الكابتن حسام هو اللي طلب ولا الاتحاد هو اللي حب انه يبعد الكابتن حسام عن الضغوطات؟ ولو حب انه يبعد عن الكابتن حسام عن الضغوطات، لا هي تقارب البطولتين، يعني بطوله افريقيا وبطوله العرب فاصل بينهم ايام بسيطه. والله فممكن لا قدر الله حدث اصابه، حصل حاجه، كان ممكن يجهز المجموعتين ويلعب بالمجموعه. النهارده الكابتن حسام بياخد 30 لعيب او 35 لعيب، كام يا استاذه بيلعب بيهم وكان بيفضل وكان بيجي المعسكر وكانه راح وما جاش كتير. طب ما انت الولاد دول عشان تشوفهم في محك كويس ومحك عربي ومحك قوي، دخلهم في بطوله ياخدوا اجواء البطوله، يقدر الجو التنافسي، وتقدر تجيب لعيب جاهز هيساعدك انت بعد كده. يعني في تخبط في الحته دي. ولكن احنا دلوقتي متواجد عندنا منتخبين الاثنين على في قمه مستواهم، والاثنين بيضموا لعيبه كبار والاثنين عندهم بطولات قادمه يعني اتمنى لهم التوفيق الاثنين. عندنا كمان منتخب كابتن اسامه نبيل قادم في الفتره دي، عندنا كاس العالم للشباب لتشيلي اللي هينطلق خلاص بعد ايام قليله. كيف ترى هذا المنتخب والاختيارات وتوقعات حضرتك في الفتره القادمه؟ يجي ما انا مش متابع قوي للمنتخب دوت او يعني او للعيبته، لكن انا اثق كل الثقه في الكابتن اسامه وخبراته طبعا، سواء مع منتخب مصر الاول او مع نادي الزمالك. مدرب كويس جدا جدا، عنده رؤيه كويسه قوي، شويف كويس، يعني هو بيعرف يجيب القماشه كويسه. والعناصر ديت محتاجه اب اكتر منهم مدرب. صحيح. لانك الولاد دولت انت لما بتروح في مهمه وطنيه او تشارك في بطوله من البطولات دي، حته الانتماء انت بتدخله جوه اللعيب بيبقى صحيح. اكتر من الحته الفنيه. صحيح. لان انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، احنا فعلا الكره الاوروبيه والكره الافريقيه في المراحل السنيه هي بعيد عننا جدا، احنا بعاد عنها جدا، واحنا مش على نفس المستوى بامانه. ليه؟ هم عندهم عمليات تزوير وعمليات تسمين، احنا ما بيحصلش، رغم ان حصل عندنا مشكله ان شفتيها في منتخب الكابتن احمد الكاس. ولكن احنا شايف ان الاتحاد يعني الاعدادات اللي هم بيقولوها للمنتخبات دي قليله. يا جماعه مين يكون او مين ما يكونش، انا موجود، حضرتك موجوده، اي سي من الناس موجود، لازم يبقى في برنامج محطوط للمنتخبات دي على المستوى. لكن اجيب المنتخب ترانسفير، اعمل له ترانزيت ويمشي، طب ليه؟ ده اللي احنا نتمنى الاستمراريه. نتمنى له التوفيق. مصر هتلعب مع اليابان 27 سبتمبر، مصر هتلعب مع نيوزيلاند 30 سبتمبر، مصر هتلعب مع تشيلي البلد المستضيفه 3 اكتوبر. كل التوفيق ليهم، واكيد هنتابع مع حضراتكم خلال الايام القليله القادمه كل التفاصيل الخاصه والاستعدادات لهذا الحدث العالمي الكبير. النهارده كمان كابتن وائل عندنا مباريات الدوري العام المصري لكره القدم، الجوله الثامنه بدات امبارح والنهارده تستأنف. زميله رانيا صلاح طبعا تحدثت فيها، خلاص مش حابه ان انا اعيد الكلام مره ثانيه، لكن انا حابه اتوقف عشان نستفيد من حضرتك وتواجدك في المملكه العربيه السعوديه مع الحدث الاخر وهو كاس الكونتيننتال وبيراميدز النهارده ممثل مصر مع اهلي جده. وباعتبار عمل حضرتك هتفيدنا اكتر النهارده التفاصيل الخاصه بهذا اللقاء. والله انا شايف ان المستويات اللي بيقدمها بيراميدز رغم الاخفاء الاعلامي او التعميم الاعلامي اللي موجود على بيراميدز، وده ما كنتش حابه، لان في الاول وفي الاخر بيراميدز بيمثل اسم مصر. نعم. وفرقه انا شايف ان هي جايه من بعيد، قدرت ان هي توجد لنفسها مكانه في الدوري المصري، بقى لها ناس بتتفرج عليها وبتحب، فرقه بتضم عناصر على مستوى عالي جدا جدا جدا. النهارده يمكن ماتش اوكلاند كان الناس كتير جدا جدا ما كانوش شايفينه وما كانوش متابعين لبيراميدز كويس، لكن الحمد لله الفرقه قدرت ان هي تعبر عن نفسها وتعمل نتيجه صحيح. كويسه ايجابيه. النهارده تلعب فيها نادي اهلي جده اللي بيضم طبعا اسماء كبيره، محرز وبورمونيو واسماء كبيره، وبطل جاي من بعيد حقق ريكورد السنه اللي فاتت ما حصلش ان هو ما قدرش يخسر ولا ماتش في البطوله الافريقيه. فالكلام دوت طبعا ليه حافز عند الاثنين. اخر استعدادات اهلي جده لهذا اللقاء
طبعا ماتشات الدوري شغاله والفرق لغايه يومنا هذا ما ادتش برضك على المستوى اللي مستنياه منه زي السنه اللي فاتت. ويمكن اخفاقات الاهلي جده في الدوري غريبه جدا جدا، وده علامه استفهام عاليه جدا. ازاي الاهلي بيأدي في المحك الدولي او المحك الاسيوي على مستوى عالي جدا بنتائج وبروح عاليه، ده بنلاقي مردود مختلف جدا جدا في الدوري السعودي. ودي نقطه غريبه جدا. لازم النهارده الاداره بتحاول مع الجهاز الفني، هل دي حاله نفسيه عند اللعيبه ولا دي مشكله فنيه؟ فده لغايه يومنا هذا الناس بتحاول، إن الامكانيات متوفره على اكمل مما يكون، التدعيمات الناس ما بتبخلش باي حاجه للراجل. ولكن انا شايف النهارده رغم ان انا بنتمي لهذا الكيان، لكن انا مصري وشايف ان شاء الله ان بيراميدز قادر بالسكواد القوي الفرقه والشكل والاداء اللي هم بيأدوه في الفتره الاخرانيه انها تعمل نتيجه كبيره تهم مصر. النهارده في نقطه في هذا اللقاء عايزين نتكلم فيه، وربما تكون نقطه مؤثره بشكل كبير، وهي الجماهير. أهل جدة من الأندية الجماهيرية طبعا، ويعني ليها باع كبير جدا وشأن كبير جدا. النهارده الملعب 80,000 تقريبا يعني 80,000 هيكون عن آخره. بيراميدز يعني ممكن يكون عدد قليل جدا. بيراميدز اصلا مش متعود يلعب حتى الجماهير المصريه، اجواء الجماهير دي اصلا حتى في مصر. ده ممكن كل ده يكون له تاثيرات سلبيه على فريق بيراميدز. انا عايز اقول لك ان ملعب الجوهره مرعب. يعني انا طبعا عشان متواجد دايما فيه مرعب. انا مش عايز اقول لك الرابطه هناك، وليد رئيس الرابطه عامل ايه؟ عامل حاله وتجمعات الولاد الاهلي والاتحاد شعبيه فوق ما تتخيلي موجوده في جده. فالاهلي جماهيره انا بعتبرها السلاح الاقوى بالنسبه له، مش اداؤه. وده يمكن اللي هيكون العامل السلبي الوحيد اللي هيقابل بيراميدز النهارده، هي قوه جمهور الاهلي والارض والملعب والتشجيع الجنوني اللي بيفضل قبل الماتش وبعد الماتش. تخيلي ان في 30-40 الف ما لهمش دعوه بالملعب، شغالين بس زي زي الطريق للتشجيع. ظهرهم طول الماتش للملعب، لكن هو بيشجع، بيقدر يحمس، بيقدر يستنفر قدرات اللعيبه، بيقدر يستنفر الروح عند اللعيبه. ده مهم جدا على فكره. يمكن هقول مش غريب على بيراميدز، لان هو بيعاني نفس القصه سواء هنا في الدوري المصري، لانه برضك ملوش ظهير جماهيري صحيح. او في البطوله بتاعت انتر كونتيننتال. بس برضه الجماهير هنا ما بتبقاش بالكثافه زي المباراه اللي هنشوفها النهارده. عايز اعرف يوريتشيتش هيعمل ايه النهارده، المدير الفني وسط هذا الزخم الجماهيري والحضور الجماهيري النهارده. هو راجل معروف عنه بالعصبيه والتوتر دائما، حتى دايما بقول احنا لنا احنا ده، فيعني كان الله في عون اللاعبين. هيعمل ايه النهارده وسط هذا الزخم الجماهيري؟ هو طبعا انا بحترم الراجل ده، هو مدرب كويس جدا جدا، وبيعرف يقرا كويس قوي، وقرايته للملعب، وبيعرف يجهز الولاد. ممكن تكون بعض الناس يقول لك يا اخي شغله بره الخط والهدك وعصبيته بتاثر على الولاد داخل الملعب، لكن يمكن هم اتعودوا عليه. يعني هم ده ساعات بيبقى حافز عند بعض اللعيبه، ان عصبيتك وشدتك انت كمدرب بيوصل للعيبه بتقدر ان هي تطلع كل اللي عندها. الراجل مدرب وعارف امكانيات ولاده، وانا شايف ان الفتره اللي فاتت بيراميدز خد خبرات وعنده لعيبه خبرات كبيره. فحته الرهبه من الجماهير والكلام دوت، اظن يعني بيراميدز قادر ان هو يقدر يعوضها ويتغلب عليها من خلال الامكانيات ومن خلال الاداء. النهارده انا شايف المدير الفني هيجهزهم نفسيا وفنيا ان هم ينزلوا ملعب الجوهره النهارده على استعداد ان هم يأدوا 90 دقيقه من اقوى مما يكون، لان هم ما بيلعبوش باسم بيراميدز، بيلعبوا باسم شعب مصري. اتمنى من الجاليه المصريه يكون فيها لها مؤازره، لان في الاول وفي الاخر هو فريق مصري بعيد عن الاسم وبعيد عن الكيان. انا النهارده اتواجد لاسم مصر. ده فريق اهلي جده مدجج بالنجوم طبعا. وفريق بيراميدز هنا بالنسبه لنا برضه السكواد بتاعه عالي جدا ومن اعلى الفرق بوجود اللاعبين. هل في بالانس توازن ما بين الاثنين ولا كفه من الارجح؟ بيراميدز. ليه انا دايما اقولها، وانا يعني انا صريح في الحته دي. الراجل اللي راح يكمل شغله هناك في السعوديه ده راح يفنش كوره. ما عندوش لا السقف ولا الطموح ولا التارجت ان هو يعمله، لانه عمله خلاص. لكن عكس اللعيب بتاع بيراميدز عنده السقف وعنده الطموح ان يجيب ناس شبعانه جعانه بطولات لسه عايزه تعمل. لكن انا النهارده جايب لعيبه، وانا اتكلمت في المواضيع دي كتير في اكتر من مكان وبيزعلوا مني. اللعيب اللي جه بالعكس، اللعيب اللي جه اضر بالكره السعوديه. اللعيب المحترف النهارده الراجل بيقعد مدير فني المنتخب بيقعد يفكر، ده انت جبت لي في الاهلي والاتحاد والنصر والهلال، دعمت لي العناصر اللي انا كنت باخد منها قوام المنتخب. فانت اصبحت عملت لي فجوه، وده اكبر دليل على نتائج المنتخب السعودي النهارده. نطلع من الكلام ده رونالدو، ولا رونالدو كريستيانو ظاهره استثنائيه؟ لا يعني هو عمل حاله في النصر
ما كانتش موجوده من سنين بامانه. يعني كريستيانو من اللعيبه اللي عندها دايما الحافز موجود ومتجدد، فاحنا نطلعه لانه استثنائي في كل حاجه، في حياته، في اسلوبه، في طريقته، في ملعبه. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان لعيبه الاهلي جده يأدوا، بس مش قدام بيراميدز ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق النهارده لفريق بيراميدز ممثل مصر في كاس الانتركونتيننتال، بالتوفيق النهارده. كل دعواتنا وكلنا اكيد هنشجع النهارده فريق بيراميدز بالتوفيق، واكيد كمان النهارده مباريات الدوري المحلي. كل التوفيق لكل الفرق. استاذ وائل الخولي الناقد الرياضي ولاعب نادي طنطا منتخب الشباب السابق، شرفتنا نورتنا. الشرف ليا، كتر خيرك، واتمنى نشوفك في اللقاء الثاني ان شاء الله. وانا سعيد ان انا اكون معاكي النهارده والله. اكيد اضافه لينا وجود حضرتك. اشكرك. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا النهارده. كل التحيه كل التقدير لفريق عمل هذه الحلقه. غدا ينتظرونا فريق عمل جديد ومتابعات جديده، وصباح الخير.